الشيعة الملاعين والرافضة الخبثاء يسبون عائشة. قال أيضا في التعليق في النت: طبعا الشيعة والرافضة يضربون أنفسهم يوم عاشوراء، يقطعون جلودهم ويضربون أنفسهم. في التعليق يقول: سبحان الله، عاقبة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات الجلد. أليس كذلك؟ الجلد. لا إله إلا الله. والرافضة يضربون أنفسهم لأنهم تكلموا في عائشة حتى يلقون الله، وهي سنة فيها. الله أكبر. يعني بالله عليكم، إلى الآن الشيعي يقول: يا عالم يا ناس، إن عائشة ساقطة. لماذا؟ لأنه هذه فضائحها. انظروا: رضاع الكبير ما رضاع الكبير، واصطياد شباب قريش، وإلى غيرها من فواحش. أصلا متهتكة، لا أقل، كانت متهتكة أخلاقيا. امرأة لا أخلاقية كانت. لعنة الله على عائشة، لعنة الله على عائشة، ملعونة عائشة، ملعونة عائشة، ملعونة عائشة، ملعونة عائشة. هل الشيعة مسلمين؟ نعم مسلمين، نعم مسلمين. اللي يقول عليهم كفار هو يتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل. تحمل أنت مسؤوليتها. لكن أنا أقولها وبكل ثقة: الشيعة مسلمون. أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: هل يجوز تكفير من يطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها؟ نعم، من طعن في عائشة فقد طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: الخبيثات للخبيثين. معناه ان الرسول خبيث، معناه ان الرسول خبيث، حيث رضي بعائشة وهي خبيثة. نسأل الله العافية. هذا كفر، تكذيب لله عز وجل. الطيبات للطيبين. من سب عائشة رضي الله تعالى عنها فهو مرتد. من سب عائشة رضي الله تعالى عنها فهو مرتد. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. فمن قال بأن عائشة خبيثة فقد حكم أن زوجها خبيث، ومن قال بذلك فهو كافر وإن زعم ما زعم.